انت دلوقتي بتتفرج على المحاضرة الثالثة في كورس التسويق، واللي اوعدك ان انت لو كملت المحاضرة للاخر هخليك تستغل مشاعر العميل لصالحك وتبيع له اي منتج يجي في بالك. بس قبل ما نبتدي اتاكد انت مشترك في القناة، ويا ريت تكون متفرج على المحاضرة اللي فاتت عشان خاطر تكون فاهم كل حاجة قبل ما نبدأ. وبس خلينا نسمي الله ونبتدي. اول حاجة، احنا ازاي نستغل مشاعر العميل لصالحنا ونبيع له اي منتج يجي في بالنا. فاحنا هنراجع مراجعة بسيطة على المحاضرة اللي فاتت عشان انت لو ما شفتهاش. فاحنا قلنا ليه الانسان اصلا بيشتري. الانسان بيشتري عشان خاطر بيحل مشكلة عنده، يعني هو بيكون عنده مشكلة فهو بيشتري منتج او بيشتري حل للمشكلة بتاعته. زي مثلا واحد عنده ألم في الظهر فهو هيحتاج مثلا مسكن، منتج مسكن او حزام للظهر او اي حاجة تحل المشكلة بتاعته، فهو بالتالي بيشتري المنتج ده عشان يحل المشكلة. ونفس الكلام مثلا لو هو عنده حشرات فهو هيحتاج يشتري مبيد للحشرات دي او حاجة تحل له المشكلة بتاعتها، او يا اما يلبي احتياج زي مثلا اكل وشرب ولبس وسكن. واحنا قلنا ان الحاجات دي بتتباع على طول. ليه؟ لان دي احتياج عند الانسان. زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان الانسان بيشتري بناء على المشاعر مش بناء على العقل، والعقل بيجي دوره بعد ما ياخد قرار الشراء ان هو يحسسه ان هو كان صح في القرار ده. زي ما ادينا مثال بالايفون، قلنا في تليفونات كتير جدا بنص سعر الايفون وبتقدم مميزات احسن منه، بس برضه الناس بتروح تشتري ايفون. ليه الناس بتشتري ايفون؟ عشان يحسوا بالفخامه او يحسوا ان هم احسن من غيرهم، مع ان في تليفونات بنص السعر وبتقدم مميزات احسن. بعد ما هو بيشتري الايفون طبعا هو العقل هنا بيجي يقول له ايه؟ يقول له انت ما كنتش لازم تشتري ايفون، كان ممكن تشتري تليفون تاني. ولكن هو بيقول مثلا انا محتاج الكاميرات بتاعته، انا مثلا الامان بتاع شركه ابل ان هو عايز التليفون بتاعه يبقى محمي وحاجات زي كده. فهنا بيجي دور العقل ان هو يفسر ليه هو خد قرار الشراء ده. فطبعا المشاعر هي اللي الانسان اصلا بياخد بيها قرار الشراء. فاحنا في المحاضره دي هقول لك ايه هي المشاعر اللي الانسان بيحس بيها وازاي تستغلها لصالحك عشان تبيع له اي منتج يجي في بالك. ايه هي بقى المشاعر الموجوده عند الانسان؟ المشاعر دي زي الخوف والخجل والفخر والسعاده والراحه. انت وظيفتك كمسوق او كماركتير ان انت تخاطب المشاعر بتاعته دي في الرساله التسويقيه بتاعتك عشان خاطر تقنعه بالمنتج اللي انت عايز تبيعه له. هناخد مثال دلوقتي مثلا عن الخوف. الخوف دايما بيساوي دافع للشراء. الانسان لو خاف او حس ان حس بالخوف من حاجه معينه هيشتري. الخوف دايما بيساوي دافع للشراء. الانسان لو حس بالخوف هيبدا يشتري اي حاجه عشان تعالج الخوف اللي عنده او المشكله اللي عنده. فمثلا ايام الكوفيد كان كل الناس بدات تشتري كمامات. ليه؟ عشان خايفه من المرض. وفي الوقت ده الكمامات ما كانتش موجوده اصلا وسعرها كان غالي لان الطلب عليها كان كتير جدا. وكمان ممكن الخوف ما يكونش من حاجه معينه، يخاف مثلا ان في فرصه تضيع منه. يعني مثلا تقول له الحق العرض مثلا، هنبيع مثلا اي منتج ونقول له الحق ده المنتج ده هيخلص مثلا خلال يومين. فهو لو هو محتاج المنتج ده وحس ان الفرصه دي هتفوته او ان في عرض هيفوته هيبدا يشتري المنتج بتاعك ده. واحنا هنا كاتبين مثال اللي هو تخيل ان تصحي مثلا تلاقي اطفالك ضاعوا وهم مروحين من المدرسه، عشان كده لازم تشتري لهم جهاز الجي بي اس ده وتحطيه في الشنطه. فهنا احنا لعبنا على المشاعر الخوف عند الام تخاف. يعني هي وهي قاعده كده، حتى لو هي ما كانش الموضوع ده في بالها اصلا او ما كانش ما كانتش حامله حساب ده، فهي اما انت ظهرت لها بالمنتج بتاعك وبالرساله التسويقيه دي اللي انت قلت لها تخيلي تصحي تلاقي عيالك مثلا ضاعوا وهم رايحين من المدرسه، فانت كده زرعت الخوف جواها. فحتى لو هي ما اشتريتش المنتج ده من اول اعلان ظهر لها، اللي هو يعني من اول مره ظهر لها بالاعلان بتاعك، هتفكر تشتريه فيما بعد او ممكن من الاعلان التاني تشتريه، او ممكن تشتريه من اول مره. ليه؟ لان انت زرعت جواها خوف، فالخوف ده هيفضل يطاردها. ان هي هتحس، يعني هي بدات تحس ان عيالها ممكن يروحوا منها او يتخطفوا او يضيعوا منها. فبالتالي هي شايفه ان المنتج بتاعك ده هو هيحل لها مشكلتها، فليه ما تشتريهوش؟ فده بالظبط مثال ازاي استغلينا مشاعر الخوف او الخوف عند الام ان احنا نبيع لها المنتج بتاعنا اللي هو جهاز الجي بي اس اللي بيتحط في شنطه الاطفال. عندنا الخجل. الانسان دايما بيخاف ان هو يظهر اقل من غيره. فلو هو حاسس بالخجل او عنده مشكله في الموضوع ده وانت المنتج بتاعك هيحل له مشكلته دي اللي هي بتاعه الخجل، او هيلعب على مشاعر الخجل عنده، فهو بالتالي هيشتري المنتج بتاعك. زي مثلا لو هو مليان او سمين شويه وقلت له المنتج ده هيخسسك، فهو هيشتري المنتج ده. لو هو مثلا مش متعلم والموضوع ده مسبب له خجل او احراج وسط الناس، وانت قلت له تعالى اشتري كورس محو اميه مثلا ب 2000 جنيه هتطلع متعلم زيك زي مثلا اي الانسان اللي بيعرف يقرا ويكتب، فهو بالتالي هيشتري الكورس بتاعك او يشتري المنتج بتاعك. ليه؟ لان انت هتبعد عنه الخجل او المشكله اللي هو عنده دي. ولكن دايما احذر ان الرساله بتاعتك يكون فيها تنمر او يكون فيها ان انت بتستقل بالشخص او تقل منه، ان هو كده هيحس ان انت بتهزقه، فبالتالي مش هيشتري المنتج ولا هيتعامل معاك اصلا. فيعني دايما خلي رسالتك تكون ان انت بتقدم له خدمه او بتقدم له قيمه بالرساله بتاعتك، الرساله التسويقيه بتاعتك. فمثلا الاعلان ده بتقول له مثلا لو بتحس بالاحراج لما تدخل محل او
وتلاقي ما فيش ملابس مقاسك، فالحل الاسهل انت تخس. فهو انت لعبت معاه على نقطه ايه، نقطه موقف بيتعرض ليه او حاجه بيتعرض ليها فبيحس بيها بالاحراج. فانت قلت له بدل ما انت على طول كل ما تخش محل ملابس ما تلاقيش مقاسك، طب ما تخس اسهل. وانت هتديله مثلا البرنامج الدايت او هتديله كورس التغذيه او الحاجه اللي هي هتحل له مشكلته دي. فانت عايز تقول لي ان هو هيشوف الرساله التسويقيه بتاعتك والمنتج بتاعك اللي هيحل مشكله الخجل عنده، وهو معاه فلوس وما يشتريش المنتج ده او يحل المشكله دي؟ اكيد طبعا هيشتريه، واكيد طبعا هيحل المشكله اللي عنده او المشاعر اللي هي بتطارده اللي هي مشاعر الخجل. الفخر ده طبعا الاحساس الفخر ده بيخلي الناس تشتري، يعني تشتري حاجات بمبالغ مهوله، زي مثلا الناس اللي بتشتري عربيات لامبورجيني وبتشتري فيلا الفخمه وبتشتري والناس اللي بتشتري الملابس الغاليه، بيشتروا الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يحسوا بالفخر، يحسوا ان هم احسن من غيرهم. فانت لو اقنعته ان المنتج بتاعك ده مميز وهيخليه يحس بالفخر ومش اي حد يشتريه، وهنا بنتكلم تحديدا عن المنتجات الغاليه، المنتجات اللي سعرها عالي، هي دي يعني بنلعب في الشريحه اللي هي الناس اللي عايز تحس بالفخر، اللي هم معاهم فلوس كتير جدا وعايزين يحسوا ان هم مميزين عن غيرهم. فبالتالي انت تقنعه ان المنتج بتاعك ده هيحسسه بالفخر. يعني مثلا تقول له عفوا اللي كنت كاتب المثال نسيت اغيره. فانت مثلا هدي مثال ان انت مثلا ساعه، فانت تقول له الساعه دي لما تلبسها الناس هتشوفك رجل اعمال، او الناس هتشوفك شخص غني، او الناس الساعه دي مثلا كان بيلبسوها المشاهير او الممثلين، فهو بالتالي هيشتري الساعه دي منك. ليه؟ لان انت لعبت عنده على احساس الفخر، احساس ان هو يبقى مميز. وفي نفس الكلام اللي بتعمله شركات العربيات المشهوره زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، زي مرسيدس وبي ام دبليو ولامبورجيني وفيراري، ليه بيبيعوا لك عربيه هي حرفيا عربيه يعني هي كويسه يعني كموتور وكويسه كل حاجه، بس في عربيات تانية بربع سعرها وبتقدم قيمه احسن منها، ولكن الناس بتشتري العربيه دي ليه؟ عشان مش اي حد يعرف يشتريها، عشان يحس ان هو مميز ويحس احساس الفخر. السعاده، والانسان دايما بيحب يحس بالسعاده، فانت لو اقنعته ان المنتج بتاعك ده او الحاجه اللي انت بتقدمها هتحسسه بالسعاده، فهو برضه هيشتري المنتج بتاعك. زي مثلا رحله، لو انت قلت له لو اشتركت معانا في الرحله دي او طلعت معانا الرحله دي، فانت هتفرح وهتروح مبسوط والدنيا معاك هتبقى حلوه، فهو بالتالي هيشترك معاك في الرحله دي. ليه؟ ان هو عايز يحس بالسعاده وما عندوش مشكله ان هو يدفع فلوس عشان يحس بالاحساس ده. مثلا اكله، قلت له لو انت لو ما جربتش مثلا القشطوطه دي او الاكله دي فايتك كتير جدا، وهتحس بطعم مفيش زيه وهتحس بالسعاده وبتاع، فهو بالتالي هيبقى عايز يشتري المنتج بتاعك او الاكله دي عشان خاطر يحس باحساس السعاده او الاحساس اللي هو فايته. وفي نفس الكلام مثلا لو انت بتبيع مثلا لعب اطفال، فالاب او الام السعاده بتجيله ان هو يشوف ابنه او طفله فرحان، فانت قلت له مثلا انت لو اشتريت له اللعبه دي ابنك هيكون فرحان، فهو بالتالي يعني لما يلاقي ابنه فرحان هو كان هيبقى فرحان فيشتري له اللعبه دي. مثلا ده مثال لرساله تسويقيه لو انت هتطلع بيها، او اعلان لو انت يعني كوبي او نص لو انت هتطلع بيه في الاعلان. مثلا هتكتب له اوعدك لو انت طلعت معانا الرحله دي وجربت الاكله دي هتكون مبسوط مثلا، او وتبدا بقى يعني ده الجزء بس جزء صغير من الرساله كمثال، لكن انت بقى طبعا تشرح بقى تفاصيل المنتج بتاعك، وتشرح تفاصيل مثلا لو انت يعني شركه رحلات او شركه سياحه، فانت تبدا تشرح له بقى ايه اللي في الرحله دي، او ايه اللي بالظبط اللي هيحسسه بالسعاده في الرحله دي. يعني مثلا تقول له انت لما تطلع معانا مثلا الجبل، يعني تبدا بقى تشرح له التفاصيل بتاعه الرحله او تفاصيل الحاجه اللي هتحسسه بالسعاده. الراحه دي برضه من اكتر المشاعر الانسان بيدفع فيها فلوس كتير جدا عشان خاطر يحس بالراحه. دايما الانسان بيدور على راحته حتى لو مقابل الفلوس، فانت لو اقنعته باي شيء هيحسسه براحه. يعني كان في منتج زمان يعني من حوالي 4 5 سنين طلع ترند ولحد دلوقتي هو لسه موجود. المنتج ده حرفيا ناس كتير اشتريته وهي مش محتاجه اصلا، عباره عن ترابيزه بتحط على السرير بتذاكر عليها وبتاكل عليها وبتقعد عليها وانت قاعد على السرير. يعني بالعقل انت هتحتاج دي حاجه زي كده في ايه؟ ما انت عندك مكتب، او تقدر مثلا تقعد في الصاله ولا تقعد في اي مكان تاكل وتشرب وتعمل اللي انت عايزه. ولكن الناس اللي باع المنتج ده لعب لهم على احساس الراحه، ان انت قاعد مستريح على السرير وتاكل وتشرب وتذاكر وتعمل كل حاجه. فبالتالي الناس كتير جدا اشترت المنتج ده حتى لو هم مش محتاجينه، ولكن عشان خاطر يحسوا باحساس الراحه. فانت لو اقنعت اي انسان في الدنيا بان في حاجه او منتج هيحسسه براحه او احساس الراحه او هيبقى مستريح، فهو بالتالي هيشتري منك المنتج ده على طول. زي مثلا كرسي مريح، مكنسه كهربائيه مثلا هتوفر عليها ان هي تكنس، هي مثلا بتمشي لوحدها بريموت ولا مش عارف بتمشي لوحدها تكنس لوحدها. غساله اطباق مثلا بتغسل الاطباق لوحدها. اي حاجه هتحسس الانسان براحه فهو هيشتريها على طول، اي حاجه. فمثلا ده مثال لرساله تسويقيه بتستهدف فيها شعور الاحساس بالراحه ده. فانت مثلا تقول له لو بتحس بتعب دايما وانت قاعد على الكرسي، فانت لازم تشتري الكرسي اللي احنا بنقدمه ده، عشان الكرسي ده مزود بدعامات في الظهر. فبالتالي هو لما يفتكر الالم اللي هو كان بيحس بيه وهو قاعد على الكرسي العادي بتاعه
وليك انت بتقول له ان انت عندك كرسي حاسسه بالراحه انه في دعامات للظهر، فهو بالتالي هيشتري منك الكرسي ده على طول. ملاحظات مهمه، المنتج ممكن منتج واحد بس نطلع بكذا رساله تسويقيه نستهدف فيها كل المشاعر في المنتج ده. ويعني مثلا على سبيل المثال منتج الكرسي، فانت ممكن تستخدم معاه مثلا يعني شعور الخوف، تقول له انت لو فضلت تستخدم الكرسي التقليدي هيجي لك مثلا غضروف، فانت كده لعبت عنده على نقطه الخوف، والخوف بيسبب الم عنده، فهو هيفتكر على طول ان هو لو فضل قاعد على الكرسي اللي هو بيستخدمه ده هيجي له الغضروف، فلازم هيبدا يشتري المنتج بتاعك. ليه؟ عشان ما احساس الخوف ده يبعد عنه، يبطل يطارده. فانت ممكن في المنتج الواحد تطلع له بكذا رساله تسويقيه، وكل رساله بتستهدف مشاعر معينه عنده. وكمان قلنا ما ينفعش تستخدم شعور واحد لكل الجمهور، لان ببساطه مش كل الناس بتتحرك نفس الدوافع. يعني مثلا في مثال الكرسي، ما ينفعش انت تطلع برساله واحده لكل الناس. انت تشوف بقى مثلا الناس اللي هي سنها مثلا من 50 ل 60 سنه، تطلع لهم بدافع بمشاعر معينه، مثلا اللي هي بتاعه الخوف، اللي هي بتاعه الغضروف. ليه؟ ان هو كبير في السن، فهيقول انا لو جالي الغضروف ده انا ممكن اموت فيها، فهو ان هو كبير في السن فتطلع له بالرساله دي او بالانجل دي. مثلا الشباب تقول له مثلا، يعني كل فئه او كل مرحله عمريه او كل فئه او كل شريحه معينه من الناس بتستهدفهم بدافع معين او بمشاعر معينه، ان هي دي اللي هتلمسهم بالظبط وهتيجي بالظبط الاحسن بقى من ده كله ان انت تجمع اعلان او رساله تسويقيه واحده تجمع فيها كل المشاعر اللي احنا شرحناها دي. يعني انت تطلع له برساله تسويقيه واحده تحسسه وهو بيقراها بكل المشاعر اللي احنا شرحناها دي. مثلا المثال الاعلان ده اللي هو منتج شنطه جلد، فانت مثلا تقول له ايه، تعبت من انت تدخل اي مكان وتحس ان انت مش متشاف، فانت هنا لعبت معاه نقطه ان هو ايه، ان هو عايز يحس ان هو بالفخر، عايز يحس بالفخر، فانت لعبت معاه نقطه ان هو مش متشاف، بيروح مكان يلاقي نفسه ان هو مش متشاف، فهو عايز حاجه تلفت نظر الناس، انت بتقول له الشنطه دي هي اللي هتلفت نظر الناس، انها هتخلي الناس تشوف الشنطه اللي معاك دي، فتحس انت تحس بالفخر. وانت كمان بتقول له ان الشنطه دي مش بس شكل، لا دي مريحه في الشيل وفيها قفل امان، فانت كده لعبت معاه احساس الراحه، ان هو مش هيتعب وهو شايل الشنطه او مش هيحس بتعب وهو شايل الشنطه، لا الشنطه دي مريحه وفيها قفل امان، اللي هو لعبت معاه برضه احساس الخوف ان هو ممكن يخاف ان الشنطه تتسرق منه. وكمان الراحه والفخامه ان هو لو عايز يكون ايه، يكون مميز بالشنطه اللي هو شاريها دي. ففي الاعلان ده او في الرساله التسويقيه دي احنا استهدفنا فيها كل المشاعر، كل المشاعر اللي احنا شرحناها قبل كده استهدفناها في رساله واحده. فهو ده يعني ده انسب حاجه، دي اللي هي تضمن 100% انها تبيع. ليه؟ انت استهدفت فيها كل الرسائل وحطها له في رساله واحده. طب لو انت مش هتعرف تعمل كده، فانت تبدا بقى ايه، تطلع زي ما قلنا، تطلع لكل فئه معينه او كل مجموعه من الناس اللي هم انت شايف الدافع اللي هو او المشاعر اللي هي هتحركهم، فتبدا تطلع لهم بيها برساله تسويقيه. فاحنا هنا قلنا مش رايحين قلنا لما تعبت من الجزء اللي هو بتاع تعبت ان انت تدخل مكان وتحس انت مش متشاف، فده بيلعب على الحزن والخجل والخوف. والشنطه دي مش بس شكل، دي مريحه في الشيل وفيها قفل امان بكل عشان ما تتسرقش. فاحنا هنا لعبنا على الاحاسيس اللي هي الفخر والراحه والامان عنده. بكده نكون احنا خلصنا المحاضره دي. في المحاضره الجايه ان شاء الله هنشرح فيها تكوين الرساله التسويقيه، ايه هي الرساله التسويقيه بتتكون من ايه، وازاي تعرف شخصيه العميل اللي هيشتري منك، وايه كل اللي بيضيف في باله والحاجات اللي بيفكر فيها قبل ما ينام بالليل، قبل ما ياخد منك قرار الشراء. طبعا المحاضره دي هتكون مهمه جدا جدا جدا، ودي ان شاء الله هتكون اخر محاضره. بعدها على طول هنبدا في كورس الاعلانات، ازاي تعمل اعلانات، لان كان لازم من الاول نشرح التسويق الكلاسيكي اللي هو ازاي اصلا العميل بيفكر، وايه هي الباير بيرسونا بتاعت العميل، وايه هي الدوافع اللي بتخلي العميل ياخد قرار الشراء، عشان الباقي كله في الاعلانات عباره يعني حاجات سهله وبسيطه. يعني انت لازم تكون فاهم ده الاول، ان انت لو مش فاهم ده ودخلت على المنصه الاعلانيه او الحساب الاعلاني وبدات تعمل كامبين، مش يعني حرفيا مش تبقى فاهم اي حاجه. لازم تكون عندك المعلومات دي وتكون فاهمها. واخيرا هنتعلم ازاي تكتب رساله تسويقيه تبيع وتكسب بيها اي منافس، يعني حرفيا هتتميز عن اي منافس، ان اغلب الناس مش فاهمه الكلام ده. اغلب الناس بتخش تكتب اي كلمتين في الاعلان وتشغل الاعلان وخلاص، جاب ما جابش يغير الكلام او يغير الصوره والفيديو وخلاص كده، وسايبها كده ماشيه كده وخلاص. فاحنا يعني انا ده يعتبر تاسيس ليك، ان انت تبقى فاهم قبل ما تخش تعمل اعلان، تبقى فاهم ليه الاعلان ده هينجح، او انت بتستهدف مين، او انت اصلا ليه كاتب الكلام ده في الاعلان. يعني الناس مثلا اشوفها بتبيع مثلا كرسي، يقول لك كرسي جلد مش عارف ايه مزود بعجل. ايوه ماشي، انت بتستهدف مين بالرساله التسويقيه بتاعتك، او بتستهدف مين بالاعلان ده؟ يعني انت لعبت على انهي دافع عند العميل، ولا لعبت على ايه مشاعر انت لعبت فيها، وايه المشكله انت هتحلها له اصلا؟ طب ما هو عنده كرسي، ليه يشتري الكرسي بتاعك؟ فيعني حرفيا اللي هو كده ماشيه كده سلطه. فانت لو فهمت الكلام ده حرفيا هتتميز عن اي منافس، اي حد شغال في نفس المجال بتاعك انت هتتميز عنه وتكسبه وبس. فاتمنى انت تشترك في القناه وانا يعني انا عارف ان انا بتاخر في المحاضرات، بس غصب عني ان شاء الله هننزل يعني ورا بعض،
واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.